هما بيتكلموا ازاي دي اسمها جرامر. انا بعرف هما بيتكلموا ازاي. لو انا جيت قلت في ناس بتقول مثلا الطريقه الصح ان انا هبدا اسمع اعمل شادوينج، اللي هو هسمع الناس بتعمل ايه واقرر زيها. كل الحاجات دي طرق واجزاء من تعلم الانجليزي، بس مفيش جزء منها ينفع تاخده وتسيب جزء. الجرامر جزء اساسي. لو انا جيت مثلا افترضت ان انا هعمل زي ما انت بتقول، جيت جبت مقطع قدامي او النيتيف سبيكرز بيتكلموا، اللي هم المتحدثين الاصليين للغه، بيتكلموا انجليزي قدامي وانا عمال بقلدهم. طب ما انا كده انا سمعت منه، افتراض مثلا ان انا سمعت منه 100 جمله، فانا حفظت ال 100 جمله، بافتراض ان انا قدرت احفظهم طبعا. حفظت ال 100 جمله، مش هقدر اتكلم حاجه بره كده. انا مثلا دلوقتي عرفت ان انا شفت فيديوز عن ناس بتتكلم عن قد ايه السفر كويس والكلام ده كله، فانا عرفت حاجات كتير وجمل كتير وحفظتها، بافتراض ان انت هتقدر تحفظها يعني، وان ده اسهل بكتير من انك تعرف جرامر وتفهمه. فدلوقتي هتيجي تتكلم بقى، مش هتعرف تتكلم برضو، لان انت حافظ الجمل بس ما تعرفش ازاي انت قلتها. يعني انا تخيل ان انا بقول جملة وانا مش عارف انا قلتها ليه ومش عارف قلتها ازاي. فهو ده الجزء بتاع الجرامر، ان انت بتعرف اصلا ازاي انت قلت الجملة دي وبتقول ايه الطريقة اللي تقول بيها. تمام. اما بقى جزء الشادوين، ان انت تسمع حد وتكرر، هو ده مفيد في حالة واحدة، مفيد في ناحية الاكسنت. هو بيطور الاكسنت بتاعتك جدا جدا، بس ده جزء من اللغة مش ككل. تمام. دي اول حاجة. تاني حاجة، الجرامر بيساعدك بشكل اساسي ان انت تفهم الكلام اللي مكتوب قدامك، سواء قراءة او كلام اللي الشخص بيقوله لك. بافتراض مثلا ان انت عارف كلمات كتير وعارف كل الحاجات دي، بس ما تعرفش جرامر. هيجي حد يقول لك I'm going to Cairo مثلا، I'm going to Cairo. طيب انت عرفت دلوقتي هل هو رايح دلوقتي القاهرة، ولا راح، ولا لسه هيروح، ولا ايه بالظبط؟ ما عرفتش طبعا لان انت ما تعرفش جرامر، بس انت عارف ان جوه معناه هيروح وعارف كايرو، فالكلمات حافظها. بس الجرامر